في عالم النيو اسيتك ما بقيناش بنعتمد على علاج واحد بس، لان كل مشكله سواء في البشره او الشعر بيكون ليها اكتر من سبب. وهنا بيجي دور الكومباينيشن ثيرابي، يعني بجمع ما بين اكتر من تكنيك او ماده علاجيه في نفس البروتوكول عشان نحقق افضل ريزلت باقل سايد افكت. يعني مثلا لو استخدمنا الفراكشنال ليزر مع الاكزوزومز او البي دي ار ان، ده بحفز انتاج الكولاجين من ناحيه، في نفس الوقت بندي الخلايا عوامل نمو وتحفيز فبتسرع النتيجه وبنحسن السكين كواليتي. على عكس لو استخدمنا الفراكشنال ليزر لوحده هتكون النتيجة أبطأ وأقل وضوح. وفي الشعر لو عملنا بي ار بي مع ميزوثيرابي أو إكزوزومز بيشتغل على أكتر من حاجة. أول حاجة بيحفز الهير فوليكل، تاني حاجة بيدي الشعر النيوترينز اللي محتاجها، وده بيخلي النتيجة أقوى وأسرع من أي تريتمنت لوحده. الساينتفك سايد بالنسبة لنا كدكاترة إن الكومباينيشن ثيرابي بيشتغل بمبدأ السينرجي، التفاعل الإيجابي بين أكتر من علاج، بحيث ان كل واحد بيعزز تأثير التاني. وفي المقابل المونوثيرابي ساعات نتيجته بتكون محدودة لاننا بنركز على سبب واحد بس من المشكلة. النتيجة المثالية بتتحقق لما نفهم طبيعة الجلد والشعر ونختار الكومباينيشن المناسب لتحقيق المعادلة في حل المشكلة. انا دكتور هبة هشام ومستنياكم في ريكلينكس.